قول لي بقى يا زوجتي العزيزة، يا فتاة أحلامي، يا أملي. ليه بس؟ ايه الحكاية؟ بس قول. يا زوجتي العزيزة، يا فتاة أحلامي، يا أملي. يا زوجي العزيز، يا فتى أحلامي، يا أملي، النهاردة عيد ميلادك وأنت ناسي، وأنا فاكرة وعاملة لك حتة مفاجأة مدهشة. كده؟ يا سلام يا نوال، انت حاجة تانية خالص. وايه المفاجأة دي بقى؟ حفلة مفيش كده، تخرج حالا تعزم أصحابك وتيجي تلاقي كل شيء جاهز. لكن ازاي هتعملي حفلة؟ احنا لسه ما عندناش سيرفيس، لا عندنا اطباق تكفي ولا شواك ولا. لا لا لا، أنا جهزت كل اللي هنحتاجه في الحفل، استلفته من جيراننا. من مين؟ هو احنا جنبنا جيران غير الراجل الغني ده اللي قافل بابه على نفسه وولاده من يوم مراته ما ماتت؟ أنا فتحت بابه واستلفت منه. إيه؟ ده طلع راجل طيب قوي ولطيف، قال لي الشقة كلها تحت أمرك. لكن ما كانش فيه داعي تستلفي حاجة من الراجل ده. ازاي تدخلي شقته؟ وفيها إيه عيبس؟ بلاش الغيرة دي. لازم تعرف إني بحبك أكتر من حبك ليا مليون مرة، ومش معقول أبدا أبص لحد غيرك. طيب يا ستي، بس يعني بس إيه؟ يلا حالا تروح تعزم أصحابك يا أبوه. ابنك هتسميه إيه؟ ابني؟ مش جايز تكون بنت؟ إن كانت بنت هسميها تضحية. اشمعنى يعني الاسم ده؟ لأني ضحيت بكل شيء علشانك، يعني ما أنتش عارف. وإن كان ولد هسميه باسم حبيبي، بس اوعى تغير. من مين؟ منه، من عباس. تعرف ان الفلوس اللي معايا قربت تخلص يا عباس؟ ما هو اسرافك في الفساتين والمظاهر هو اللي مخلينا محتاجين دايما. هترجع تاني لأسطوانة الفساتين. يلا انا لبست النونو والبست. على فين؟ نتفسح يا اخي. لا مفيش فسح. يا سلام. قلت لك مفيش فسح، مفيش ليك خروج خالص. كفايه كده، انت مالكيش خروج ابدا. يعني ايه؟ يعني ايه ازاي؟ انت مش شايفه روحك؟ انت عامله زي المانيكان، تمشي تدلعي في الشارع كده وكل حياتك دلع في دلع. وماله الدلع؟ انا كده رقيقه وشيك، ما تدلعش ليه؟ حلوه وصغيره، ده اللي بيشوفني ما بيرفعش عينه من عليا. بس بلاش كلام فارغ، كفايه دلع ومياصه. من هنا ورايح مفيش بهرجه. كفايه اللي عملتيه يوم الحفله. عملت ايه؟ شرفتك قصاد اصحابك. انت كسفتيني وعريتيني، بقيتي تمشي تترقصي وترقعي الضحكه بمياعه وقله حياه. تفهماني ايه؟ مغفل؟ ثم ايه اللي يخليك تكلمي جارنا؟ حاسب، ايه الحكايه؟ انا واحده سبور مش رجعيه. سبور؟ ده اسمه استهتار. هو انا كده ومش ممكن هتغير. ومش ممكن تقعدي هنا كمان. يلا على بيت ابوك تدلعي فيه زي ما انت عاوزه. انت